مرحبا، راح نساوي اليوم شوكولا ريسز. كتير في ناس طلبوا مني، راح نساويها اليوم. راح يلزمني نص كاسة من زبدة الفول السوداني، نص كاسة من السكر البودرة الناعمة، والشوكولا شيبس أو الشوكولا الخام الواحد تفرميها ناعم. راح يلزمني تقريبا حوالي 2 كاسة من الشوكولا. ممكن تستعملي الشوكولا المرة، ممكن تستعملي الشوكولا بالحليب حسب أي نوع انتي بتحبيه. راح أدوب زبدة الفول السوداني بالميكروويف حوالي 30 ثانية لبين ما يدوب. ممكن إذا بتحبي تدوبيه على البان ماري. بعدين بدي أخلط السكر الناعم مع زبدة الفول السوداني المدوبة وأعجنهم مع بعض كتير منيح لبين ما يصير عندي عجينة ما تلزق في الإيد. بالأول وأنتي عم تخلطيهم مع بعض زبدة الفول السوداني مع السكر راح تحسي إنه السكر مبرغل. لا، كملي عجن بإيدك، راح يتحول المزيج من عجينة مبرغلة لعجينة ناعمة كتير حلو وملمسها كتير حلو. ممكن حتى تستعمليها بالكيكات أو بالجاتو. دوبت الشوكولا على البان ماري، بعدين بدي أصب الشوكولا على القوالب. هلا أنا مستعملة قوالب السيليكون موديل الكب كيك الصغير. إذا ما في عندك قوالب السيليكون ممكن تستعملي البليسيه الورقية، وإذا ما في عندك إياها ممكن تستعملي أي قالب أنت عندك يا بلاستيك أو معدني. بس راح يكون موديل أحلى إذا كان القالب صغير. راح أحط معلقة صغيرة من الشوكولا المدوبة. بعدين بدي أحط دويرة من عجينة الفول السوداني اللي أنا مسويتها. بعدين بدي أغلفها بمعلقة تانية صغيرة من الشوكولا المدوبة. هاي الكمية تقريبا راح تعطيني 18 قطعة من الميني كب كيك. بعدين بدي أهز الصينية بطريقة لطيفة. أستعمل كف الإيد مشان الشوكولا سطحها يصير مستوي، وأي هوا جوات الشوكولا أو بين طبقات الشوكولا وزبدة الفول السوداني يطلعوا. راح أحط الشوكولا بالبراد لبين ما تتماسك كتير منيح. بعدين بدي أطالع من البراد وأطالع من قوالب السيليكون. هلا إذا أنا مستعملة البليسيه الورقية ما في داعي، ممكن أضيفها مع البليسيه الورقية أو ممكن حتى أشيل البليسيه الورقية. خلصت وصفتنا كتير سهلة وكتير طيبة. صحة وهنا. تابعوني المزيد من الوصفات على اليوتيوب سويت سبايسيما، وأهلا وسهلا فيكم للاشتراك بقناتي.